يا ترى لو قعدت اسبوع من غير سكر ايه اللي ممكن يحصل لك؟ تحدي مهم هتحب تعمله بعد ما تشوف الفيديو ده، وازاي في مشاكل انت مش عارف عنها حاجة موجودة في جسمك بسبب السكر، وايه هي المشاكل اللي بتأثر على الستات بسبب السكر ومش بيكونوا عارفينها، وايه هي المراحل اللي جسمك هيمر بيها لو قعدت من غير سكر. انا دكتور عبد المجيد احمد، اخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، والنهارده هنتكلم بشكل اساسي عن ايه اللي هيحصل لك لو قعدت من غير سكر. يلا بينا. ايه انواع السكر اللي تبعد عنها؟ اول حاجه خلينا نتكلم على انواع السكر اللي المفروض تبطلها من الاسوأ للاحسن. اي حاجه فيها سكريات بسيطه زي السكر الابيض، زي اللي بيتحط في المشروبات، والسكر البني والحلويات والمشروبات الغازيه، واي حاجه تحتوي على سكر مضاف او ادد شوجر، وطبعا المربى. واخر حاجه سبتها لك وهي تعتبر الاحسن او احسن الوحشين هي العسل، لان العسل الابيض له فوائد ومش كله اضرار، وبالتالي بنعتبره احسن الوحشين. في سكريات معقده او النشويات زي العيش والمخبوزات بانواعها والرز والبطاطس والبطاطا. لو انا عايز ابدا انقطاع السكر بشكل صحيح، خليني الاول افهمك هو السكر بيعمل فيك ايه. انا باكل سكر عشان يديني طاقه. ليه بتحس بتعب وخمول بعدها؟ المعادله الصحيحه بالنسبه لك هي انك تاكل سكريات عشان تديك طاقه، لكن المفاجاه ان السكريات بتتعبك وبتعمل لك خمول. اول حاجه هي ان اي سكريات او نشويات بتاكلها بتسبب ارتفاع السكر، وده بيعلي هرمون الانسولين في الدم. سكر الدم او الجلوكوز ده عامل زي البنزين بتاعك، ولكن هو في ثانيه ممكن يبقى صاحبك، وفي ثانيه ممكن يبقى عدوك اللي بيغدر بيك، لان احنا جسمنا مش بيحتاج منه غير نسبه بسيطه على قد الطاقه اللي جسمنا محتاجها، لكن وجوده بكثره في جسمك بسبب السكريات بيخلي الجسم يحوشه على هيئه دهون، وده ممكن يؤدي لكبد دهني. مش بس كده، احب اقول لك ان السكر على العكس اللي انت متخيله فهو بيتفتت بسرعه جدا، وده معناه انك بتحس بسعادة السكريات لمدة بسيطة مقابل كسل وخمول لمدة أطول، وده بيسبب لك إحساس بسيط من إدمان السكريات عشان تفضل دايما بتاكل منها ودايما بتحتاجها ونفسك بتروح على السكريات على طول. احنا ليه دايما بيجيلنا إحساس إننا عايزين حاجة مسكرة؟ ده هيودينا لسؤال مهم جدا، ليه جسمك بيطلب منك حاجات مسكرة؟ أو بمعنى أصح، ليه بتوصل لمرحلة الكريفنج أو الاشتهاء؟ أنا ليه بشتهي حاجة مسكرة؟ البداية بتيجي عند استهلاك السكر بكميات اكتر من اللي انت محتاجها، وده بيعمل خلل في هرمون الانسولين وبيخلي خلايا الجسم مش متجاوبه معاه، وده حاجه اسمها مقاومه الانسولين. جسمك بيقاوم هرمون الانسولين فبيضطر انه يحول السكر الزايد لدهون وتتخزن في الخلايا الدهنيه، وده غير ان ارتفاع الانسولين المفاجئ بسبب السكريات البسيطه بينزل سكر الدم بسرعه لدرجه انه بيبقى اقل من المستوى اللي الجسم اتعود عليه، فهنا بتحس باعراض نقص السكر زي الدوخه والخمول والاشتهاء. الخلل ده بيحصل لهرمونات تانية، وكمان في امتصاص بعض الفيتامينات زي فيتامين بي، وهتفضل دايما حاسس انك مش عارف تركز، ومستوى الجلوكوز في الدم هيفضل قليل لحد ما تاكل حاجة مسكرة، وده بيخلي هرمون الجرلين وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالجوع، وده لما مستواه بيكون عالي دايما بيوجهك ناحية انك تشتهي حاجة مسكرة. ازاي السكر بيأثر على الستات؟ بالنسبة للستات هو ممكن يهدد لها حاجات كتير تخص بشرتها وجسمها، مع انها بتبسطهم وبتغير مودهم. كل حاجة بنرميها على هرمونات الستات تحديدا ما قبل الدورة الشهرية، لكن عزيزتي الست، لما حد بعد كده يقول لك انت مشكلتك في هرمونات الدورة الشهرية، قولي له لا، انا مشكلتي اني باكل سكريات كتير اللي بتعمل خلل في هرمون الاستروجين، وزيادتها ممكن تؤدي لتكيس في المبايض، ودي مشاكل تانية ممكن تودينا لتقليل احتمالات الخلفة بعد كده. نخش بقى على مشاكل تجاعيد البشرة. ارتفاع السكر في الدم بشكل مزمن بيعمل حاجة اسمها الالتهاب المزمن او الكرونيك انفلاميشن، ودي دايما معاها حاجه اسمها مركبات الارتهاب المزمن او الاكسيديتيف ستريس. ايه الحاجات الكتير دي حاجه زي السموم للبشره كده، تكدسها بيقلل الكولاجين والالاستين، وبالتالي التجاعيد بتظهر، ودي تاني خرافه عنك يا ست الكل. الموضوع ملوش اي علاقه بالعمر، الموضوع علاقته انك تاكل سكر قليل او تنقطع عن النشويات، وده بيكون احسن، ومش هتحتاجي تصرفي ده كله على المنتجات العنايه بالبشره اللي كلها كولاجين وهيالورونيك اسيد، وهتلاقي وشك راق وكله نشاط. وكمان هتتحل مشاكل السيلوليت الموجوده في الجسم بسبب الخلايا المليانه بالدهون. ودلوقتي خليني اقول لك جسمك هيمر بايه بعد ما تبطل سكريات خالص. اول مرحله بتبقى كلها اعراض كانك بتتعالج من الادمان، زي الصداع وعدم انتظام في النوم وارق وهبوط واوقات دوخه، واحيانا تحس انك محتاج حاجه مسكره او انك مش قادر تقف على رجليك، وفي بعض الاوقات بيبقى ممكن يكون عندك مشاكل في الهضم. ده بيكون فتره من 3 ل 5 ايام من البدايه
بداية انقطاعك عن السكر. بعدها بتبدأ مرحلة التعود، جسمك بيكون اتعود على انقطاعه عن السكر، وبتبدأ تحس بتغيير في حاسة التذوق، وبيبدأ جسمك يعتمد على الدهون المخزنة فيه زي اللي في الكبد وفي العضلات كمصدر للطاقة. وبتيجي المرحلة الثالثة، وهي انك تلاحظ نتيجة في نزول وزنك، وبالمناسبة ده بيكون على الاسبوع الثاني. واول حاجة بتلاحظها هي منطقة دوران البطن او الكرش. ابسط يعني، دي اول حاجة بتشوفها، يعني حاجة كده تفتح نفسك، وبصراحة تستاهل، ما انت تعبت معانا برضو. الواحد ممكن يخسر من 3 ل 5 كيلو في الاسبوع الثاني، على عكس ما كنت عصبي في الاول. هتلاقي نفسك بقيت هادي وبتركز ومزاجك رايق، وده بيفرق معاك ومعاكي في شكل بشرتك. ده غير ان استقرار مستوى السكر هيتبني عليه حاجات كتير، زي استقرار الكوليسترول والدهون الثلاثيه الضاره، وتقليل احتماليات السكتة الدماغيه والقلبيه، وكمان هيقلل الارق، وهتعرف تنام كويس، وبالتالي جسمك هيفرز هرمون النمو، واللي بالمناسبه بيفرق مع جسمك في خسسان وبصحه وبتقليل التهابات المفاصل والعظام. بيتهيألي بعد كل ده مش هتكون عايز ترجع للسكريات تاني بعد ما تكون شفت الفوائد دي بعينيك. بس يا ريت تجربه الانقطاع عن السكر تكون تحت اشراف متخصص في التغذيه العلاجيه. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الموضوع عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش لو استفدتوا تدعموه بلايك وتشاركوه مع اي حد يستفيد من الفيديو. ولو عندك اي اسئله بخصوص مشاكل مع السكر او اسئله تانية ما تنساش تكتبها في الكومنتات. ولو لسه مش مشترك ما تنساش تعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد. سلام.